عايزة أسأل سؤال، ليه كُلّه بيقول ورّط نفسًا، ليه؟ يعني ممكن تبقى حاجة تحفة، وممكن نورّط نفسنا في أوقات كتير وتجيب نتايج رهيبة، بس مش دايمًا، مش دايمًا الورطة بتبقى حاجة ممكن نكمّل بيها، حاجة ممكن ما نندمش عليها. ليه كُلّه ما بيقولش الside effects بتاعة الموضوع؟ ليه ما حدش بيقول الجوانب السلبية بتاعة الموضوع؟ ليه ما حدش بيقول لك فكّر قبل ما تاخد القرار؟ ليه؟ يعني كُلّه بيقول ورّط نَفْسك، لأ، ما نورّطش نَفْسنا، في حاجات ما ينفعش أصلًا فيها إن إحنا نورّط نَفْسنا، في حاجات عادي جدًا إن إحنا نورّط نَفْسنا، زي شغل ورانا عايزين ننجزه، مذاكرة chapter معيّن، لكن في أوقات كتير لأ، مش ده بيبقى الحقيقي، ممكن إحنا أصلًا يبقى عندنا ورطة في حياتنا project معيّن، لو أخدنا project تاني وورّطنا نَفْسنا فيه نفصل الاتنين عادي. ممكن نورّط نفسنا في مثلًا نقول يالّا سافر وورّط نفسك، طب خلاص ورّطت نفسك برافو عليك، فشلت، إيه تاني؟ فنفكّر كويس بجد، يعني لازم قبل ما ناخد أي قرار نفكّر كويس فيه، نستخير، نفكّر كويس، نشوف الpositive effect والnegative effect بتاعة الموضوع، وبعدين نقرر هل إحنا هنورّط نفسنا والّا لأ. لكن ما ينفعش نورّط نفسنا لغرض إن إحنا هنورّط نفسنا، بغرض إن إحنا نقول ورّط نفسك وأنت كده شخص فظيع وتنمية ذاتية وبتاع، لأ ما نورّطش نفسنا. في حاجات حلو جدًا إن إحنا نورّط نفسنا، بس في حاجات تانية ما ينفعش إننا نورّط نفسنا. لو قرار كبير ما ينفعش إن إحنا نورّط نفسنا، لازم نفكّر فيه كويس أوي، لازم نستخير، لازم نحط الحاجات السلبية والحاجات الإيجابية بتاعة الموضوع، لازم ندرسه كويس، ما نورّطش نفسنا في مثلًا دراسة إحنا مش حابينها، في شغل إحنا مش عايزينه، في أي حاجة بقى، أي حاجة لغرض إن إحنا نورّط نفسنا، ما نورّطش نفسنا علشان مثلًا والله أخويا قال لي اعمل ما أعرفش إيه، لأ، طالما لو الموضوع هيكلّفك وقت وجهد ومال، لأ، ما تورّطش نفسك، فكّر هل أنت عايز الحاجة دي والّا لأ، قبل ما تقرر وتورّط نفسك. لو عندك ورطة في حياتك، يعني ورطة في يومك وأنت متورّط already في حاجة، لأ، خلّص الورطة اللي أنت فيها الأول، وبعدين ورّط نفسك في حاجة جديدة. وارد جدًا بعد ما تورّط نفسك تخسر حاجات هي already كانت عندك، يعني ممكن زي موضوع الproject، ممكن إن أنا آخد project كان عندي مثلًا project وأخدت project تاني، فبالتالي أنا خسرت الاتنين، أنا حرفيًا خسرت الاتنين، لإن أنا لا عملت ده ولا خلّصت ده في الdeadline بتاعه، فبالتالي خسرت الاتنين. قررت إن أنا أورّط نفسي وأسافر، خسرت فلوسي ووقتي وكل حاجة. ورّطت نفسي ووافقت مثلًا على حاجة هي أصلًا مش ليّا، يعني أنا مش موافق عليها، بس أنا عملتها بس لغرض إن أنا أورّط نفسي، لأ، ما ينفعش. مش باقول إن الورطة حاجة وحشة، لأ، ممكن نورّط نفسنا بحاجة ونستفاد بيها جدًا، حتى لو كانت حاجة كبيرة، بس في أوقات كتير مش ده اللي بيبقى صح، والورطة بتضرنا أكتر ما بتنفعنا. فرجاء أخير بقى قبل ما نعمل أي حاجة نفكّر فيها كويس، نفكّر إحنا عايزين الحاجة دي والّا مش عايزينها، إحنا قد الحاجة اللي إحنا هنعملها دي والّا لأ، علشان بعدين ما نرجعش نندم ويكون الوقت أصلًا راح، كل حاجة تكون راحت. فلأ نفكّر كويس، نحدد إحنا عايزين إيه، علشان ما نضيّعش حياتنا على الفاضي. نجرّب بس ما نورّطش نفسنا ورطة إحنا مش قدّها. بس دمتم